الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 من ديسمبر هذه السنة أيضا سيكون منقوصا، ذلك أن تقاريرا دولية وأخرى صادرة عن منظمات وطنية تنتقد واقع حقوق الإنسان في الجزائر. معطيات كشفها تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المثقل بالانتهاكات. كثيرا ما يشتكي المواطن من البيروقراطية عبر الإدارات العمومية، فالجزائري يترامى من مصلحة إلى مصلحة، وربما منها إلى المصحة التي لا تصلح لتضميد جراح الجزائري، فأي مصحة تنقذ المواطن من مخالب البيروقراطية. مشكل آخر كان يمكن أن يرتقي بالمواطن في سلم الحياة وبالجزائر في سلم تصنيف حقوق الإنسان هو قطاع الصحة الذي لم يشفى من علته، وبقي العلاج خارج أسوار المصحات العمومية أو في الخارج لمن استطاع إليه سبيلا. التقرير تحدث أيضا عن غياب حقوق الإنسان في المناطق النائية التي تعاني منذ عقود وباتت تحلم بطريق معبد ومياه تصلح للشرب، والاحتجاجات اليومية المطالبة بحق أو بآخر لا تصل آذان المسؤولين، أو ربما آذان المسؤولين ترفض أن تنصت. المحسوبية، الفساد، الرشوة، الاختطاف، الاعتداء وغيرها، وإن كانت من صنيع المواطن والموظف البسيط، إلا أن الدولة ملزمة بالقضاء على هذه الظواهر بما يكفل حقوق الإنسان، كما أن نشاط العديد من الجمعيات والمنظمات هو الآخر تعطل، حتى قيل إن حقوق الإنسان في الجزائر تكون على قدر الولاء.